احلى اكله بحبها، مش انا لوحدي، البيت كله. جبت النهارده رنجه وجبت فسيخ، بس طبعا مش هاكل ماما منه كتير، هي لقمه. جبت فسيخه يعني مش كبيره قوي، هوريها لكم على قد انا وحنان وملوكه اهي. الكيلو ب 350 جنيه. وزنت لي واحده اهي، بس بسم الله ما شاء الله حاجات صبحه. يلا نحضر الغدا. اقول لكم على حاجه حلوه قوي خالتي علمتها لي في الفسيخ. بس الاول خليني اقول لكم، خالتي حبيبتي فراولتي، رحنا كلنا فسيخ ورنجة عندها، علمتني اخد الفسيخ اغسله تحت الحوض. لما رحت عندها قلت لها بتعملي ايه يا خالتي؟ لقيتها بتغسل الفسيخ تحت الحوض. تغسلي القشور اللي موجوده كلها هنا، وتقريبا بينزل منها ملح كتير، وتقصقصيها وتنضفيها، بتكون حلوه قوي. جربوها هتعجبك. دي ثالث مره اعملها، وبتعمل اكل جاهز واكل للعرايس، وما شاء الله عليهم وجبات كتيره. مثلا لو مصنع، بس بسم الله ما شاء الله عليها حاجاتها نظيفه جدا. وخالتي دي احسن شيفه في الدنيا، بتعمل اكل حلو قوي، وحمام وكل اللي تتخيلوه هتلاقوه موجود عند خالتي. ربنا يا رب يديها الصحه والعافيه يا رب، ويرزقها برزق اولادها يا رب، ويخليكي ليا خالتي فوفا على اسمي. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله الرنجه، الفسيخ لما تلاقوه احمر من جوه كده اهو، اعرفوا ان الحاجه ما شاء الله صبحه ونضيفه. احلى طريقه لتنظيف الفسيخ، تسلم ايدك يا خالته، احسن طريقه اتعلمتها منك. شايفين الجمال؟ بصوا بقى، دي نص كوبايه من الزيت، بحط عليها نص كوبايه من الليمون. بسم الله، اقلبهم، وبالمعلقه هحط على الفسيخ. بسم الله، علشان اعرف اشرب الحاجه كويس. بسم الله. شايفين الجمال؟ احلى فسيخ ده ولا ايه؟ نجيب الرنجه. بسم الله. انا حاطه على المساج ده برضه ياخد نصيبه كده الطحينه. محمر بطاطس، هغسل الجرجير. هنا الفسيخ شايفين بسم الله ما شاء الله احمر ونضيف جدا. حطيت شرايح ليمون والخلطه اللي انتوا شفتوها. حمرت بطاطس طبعا جنب الاكل، وقطعت قطه زي الخيار، وغسلت جرجير. وده عيش ابيض اللي هو البكاكيني، والرنجه بتاعتنا الجميله الخطيره، والبصل. وهنا ابن عمي ربنا يخليه يا رب جاب لنا حاجه ساقعه وهو جاي. ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس على قناه سفرة ملفت على اليوتيوب. مع السلامه.